موسم المانجا، فكان لازم قبل ما الموسم يخلص نعمل كده حلويات بالمانجا. صدقوني هي مش هتلحق تبات في التلاجة من كتر ما هي هتتعمل وتخلص في ساعتها. حلويات برد بقى تتسلوا فيها وانتوا قاعدين كده، ما فيهاش اي بهدلة في العمايل او في الاكل، وفي نفس الوقت تديكوا طعم المانجا الجميل اللي احنا كلنا بنحبه، وبمكونات موجودة عندنا كلنا وما فيهاش اي تعب ولا اي حاجة غريبة. نبدأ كده بسم الله ونحط كوبايتين من اللبن يكونوا دافين او في درجة حرارة الأوضة مش ساقعين، وبعد كده كوب من المية برضو تكون درجة حرارتها عادية، وبعد كده ننزل 3 معالق كبار من النشا. ومهم ان هما يكونوا مليانين علشان الطبقة الاولى دي تكمل معانا كويس وتمسك نفسها كده لما نيجي نحط عليها باقي الطبقات. بعدين هنحط ال3 معالق كبار من السكر، ممكن تزودوا لو عايزينها تكون مسكرة اكتر، بس انا بحب الحلويات تكون متوسطة في السكر بتاعي. وبعدين معلقة كبيرة من اللبن البودر، ممكن تستغنوا عنها لانها مش اساسية قوي، انا بس عشان حطيت كوبايتين لبن وكوباية مية فحبيت ان الخليط يتقل شوية معايا. وفي الخطوة دي بقى انا بقلب على البارد علشان اتأكد ان المكونات كلها اختلطت مع بعضها. بعدين هاخد الحلة على البوتاجاز على نار متوسطة. بصوا بقى، كل اللي بيتحط في الجزء ده كده اختياري، عايزين تضيفوه تمام، مش عايزين عادي جدا، مش هيأثر في اي حاجة خالص في الطعم. انا حطيت معلقة كبيرة من القشطة ومكعب كبير من الشوكولاتة البيضاء ونقطتين من الفانيليا السائلة، او لو عندكم الاكياس بيبقى كيسين من الفانيليا. وزي ما قلت لكم دي كلها اضافات ممكن جدا تستغنوا عنها، انا بس بزودها علشان اخلي الطعم يكون غني اكتر والحاجة تبقى مخدومة كويس. هنفضل بقى نقلب على البوتاجاز وايدينا تفضل فيها علشان ما يبقاش فيه اي كلكعة او اي حاجة تلزق مننا، لحد ما تلاقوا الخليط كده بدأ يتقل معاكم زي ما انتوا شايفين. مهم ان انتوا ما تشيلوش ايديكم من على البوتاجاز، نفضل نقلب لحد ما يتقل معانا ونحس ان هو القوام بتاعه بقى مناسب. وكده بقى الطبقة الأولى من الحلة بتاعتنا بقت جاهزة، فأقدر بقى بعد كده أصبها في الحاجة اللي هقدمها فيها. أنا حبيت إن أنا أغير شوية في الشكل، فعملت الكاسات كده تكون شكلها مايل. ممكن بقى تميلوها بأي طريقة أو حتى تعملوها وهي معدولة، يعني طريقة التقديم دي تحكموا فيها براحتكم، بس الصراحة شكلها في الآخر بعد ما كانت مايلة كده كان شكلها تحفة. وكده كده سواء صبتوها وهي مايلة او حتى والحاجة اللي هتقدموا فيها معدولة عادي، في الحالتين هي كده كده هتجمد، ما تقلقوش خالص من النقطة دي، بس هنسيبها بس في التلاجة فترة كويسة كده لحد ما تحسوا ان خلاص هي جمدت والطبقة تماسكت تماما، علشان بعد كده بقى نعمل الطبقة التانية. بس فانا كده صبيت دول، هاخدهم بقى احطهم في التلاجة كده 4 ساعات مثلا. ودي برضو طريقة تانية ممكن تميلوا بيها الحاجة اللي هتقدموا فيها، سواء الكاس او الكوباية او اي حاجة يعني، ممكن تميلوها باي طريقة انتوا عايزين. في النهاية دي كلها اشكال جمالية على حسب ذوقك انتي عايزة تقدمي الحاجة عاملة ازاي. الخطوة اللي بعد كده بقى انا جبت منجية وقطعتها قطع زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. هنسيبها على جنب ونرجع لها تاني بعد شوية اقول لكم بالظبط هنعمل فيها ايه. هنرجع بقى للحلة بتاعتنا، نفضي فيها كيس من الجيلي المانجا زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين هنجيب بقى نص كوباية مية تكون مغلية، مش باردة ومش بدرجة حرارة الأوضة، لا تكون مغلية سخنة جدا، علشان نقلب فيها الجيلي ونتأكد ان هو يدوب تماما من غير بقى اي كلكعة او اي حاجة. هي اصلا الوصفة اللي على الكيس مكتوب فيها كده كوباية مية مغلية كوباية مية باردة، بس احنا هنحط نص كوبايه واقول لكم هنعمل ايه بالظبط. بعد كده نحط كوبايه الميه الساقعه بقى عادي، بس ساقعه من التلاجة، مش ساقعه اللي هي درجه الحراره بتاعه الاوضه عادي، لا ساقعه تكون ساقعه من التلاجة. نقلب بقى كويس جدا لحد ما نتاكد ان الجيلي داب حلو جدا. نرجع بقى للمنجايه اللي احنا كنا قطعناها، وهناخد تلتينها او 3/4 ونضربه في الخلاط مع نص كوبايه ميه علشان تسهل عمليه الضرب. واللي ضربناه ده بقى هنحطه على الجيلي ونقلب كويس. ممكن في المرحلة دي لو عايزين ان انتوا تصفوا المانجا اللي هو العصير المانجا ده قبل ما تحطوه على الجيلي، دي حاجة اختياري براحتكم، ولكن انا بحبه كده حتى لو في قطع مانجا بتدي للجيلي طعم حلاوة اكتر. ودي كده بقى الطبقة الأولى من الحلى بعد ما طلعتها تقريبا قعدت 4 ساعات في التلاجة، كانت تماسكت تماما، فنقدر بقى نصب عليها طبقة الجيلي بتاع المانجا بتاعتنا. وبرده لزوم الحذر كده انا صبتها بالراحة كده من على المعلقة علشان اتأكد ان مفيش اي حاجة تتداخل مع بعضها، حتى لو كانت الطبقة الأولى لسه ما جمدتش تماما، ولكن بعد كده خلاص اتأكدت ان هي جمدت فبقيت بصب عادي جدا مفيش اي حاجة.
وبعد بقى ما نصب طبقة الجيلي تماما هندخلها التلاجة ونسيبها بقى كتير، يعني ممكن اصلا تسيبوها في التلاجة ليلة كاملة وتبدأوا بقى تاكلوها تاني يوم، بحيث ان الجيلي يكون تماسك كده زي ما انتوا شايفين. وباقي بقى المانجاية اللي احنا سبناها، اللي هو تلت المانجاية او الربع اللي كان باقي، ممكن بقى تستخدموه في التزيين كده زي ما انا عملت، او حتى لو عايزين تكتروا كمية المانجا عادي، دي حاجة اختياري جدا ليكم. بس فهو بيبقى شكلها حلو جدا، وبتبقى حلوة قوي بالذات لو الجو حر، وبتبقى خفيفة كده. يعني اعتقد دي حلويات لازم تجربوها جدا جدا قبل ما موسم المانجا يخلص معاكم. وزي ما انتوا شايفين كده انا حبيت انوع في طريقة التقديم علشان يعني ارضي كل الاذواق وكل الناس تبقى حابة الحاجة اللي هي بتاكلها. فعايزاكم بقى تقوموا كده تستغلوا المانجاية اللي عندكم في التلاجة، تعملوا الحلا الخطير ده وتقولولي هل يا ترى الوصفة طلعت بجد عظمة. وبس كده.